أعبر من باب الصحراء من بسكرة. إنه حقا ثغرة في سور جبال قمم الزبان. على الجانب الآخر من بسكرة يتغير المشهد. حقل أغنام ضخم. هذه السهوب تتواصل إلى غاية الجلفة، وهي مشهورة بتربية الأغنام. يأتي إليها الناس من جميع أنحاء الجزائر لشراء خروف العيد. أكثر من 4 ملايين تباع كل عام ليضحى بها، وتسمى سلالة الأكثر شعبية باسم مدينة في ذلك السهل، ولاد جلالة. عندما يبلغ الطفل العاشرة فإن فرحة اكتساب أول خروف توازي فرحة اكتساب أول سيارة. في الماضي كانت المنطقة مغطاة بالحلفاء، ولكن الراعي استنفذ هذه السهوب. في فصل الصيف يكون الجو حارا. من الآن يجب أخذ الاحتياط. كمية الماء ثمينة، كمية الوقود ثمينة. أنا داخل إلى الصحراء. وتبدأ أمامي أكبر صحراء حارة في العالم. إنها الصحراء الكبرى. إنها تغطي مساحة أستراليا بأكملها. في طريقي الوادي، غرداية، المنيعة، الميمون، تمنراس، جانيت. 1600 كيلومتر عبر الصحراء. الطريق العابر للصحراء هو خيط الحرير الذي لا ينبغي إفلاته. إذا خرجت فستضيع. والصحراء في الواقع ليست حقا من رمال، بل هي من حصى. حقل من الحصى على مد البصر، متشابه أبدا ومسطح حتى الأفق. مع طلوع الشمس ترتفع درجة الحرارة أيضا. يصبح الأفق ضبابيا وتضاريس متغيرة. تبلغ الحرارة 35 درجة في الظل. الحرارة تشوه الضوء فترسم أشكالا. إنه السراب. هي ذي المصائد القاتلة لمسافر يضل الطريق. عند ملامستي لواحة وادي سوف محطتي الأولى في الصحراء رأيت حلما مبشرا. هو زراعة الصحراء. تغرس فيها البطاطس ولا يلزم سوى توفر الماء. تكتنز الصحراء كميات كبيرة من المياه المخزنة عميقا والموروثة من العصور القديمة جدا. مياه باطنية تمونها الأمطار النادرة في الصحراء. تخاض هنا معركة خاسرة ضد الرمال. الزراعة في الوادي سراب الأزمنة الحديثة. كلما قمنا بضخ الماء
كلما ازدادت ملوحتها. علينا أن ننقل الحقول باستمرار. كانت وادي سوف في الأصل تعيش على غرس النخيل والزراعة المعاشية في جيوب الرمال، ولكن مليون نخلة اختنقت وضاعت. والأسوأ من ذلك أن الماء في بعض الأماكن يتلوث بمياه الصرف الصحي. ووادي سوف في الواقع مدينة كبيرة، فمدينة الألف قبة تضم الآن أكثر من 100,000 نسمة دون حساب النشاط السياحي. مع توفير المياه الجارية في المدينة ظهرت علامات الإرهاق على المياه الجوفية العميقة. الوادي مدينة حديثة تواجه سكانها بواقع الجنوب الكبير. لقد رأيت المطر يهطل في الصحراء، وكثبان الرمال تتزين بألوان غريبة، تترشح القطرات في الرمال. الماء إذن موجود هنا.